حبيبي المتابع، النهارده جايب لك اقوى موبايل مقاوم للماء بسعر اقتصادي ومش بيتكسر، كمان في شاشه جامده جدا وبطاريه كبيره عملاقه هتقضي معاك وقت كويس، مواصفات ممتازه مش كده؟ بس كالعاده يعني احب اقول لك الموبايل ده فيه عيب واحد فقط من وجهه نظري، لولاه كان الهاتف ده هيكون متكامل. فطبعا لايكك الجميل والاشتراك اللي احنا متعودين عليهم، يا اهلا بكم يا احلى متابعين في قناتكم موبي سي. كالعاده هنتكلم عن هاتف الريلمي سي 85 برو ال 4G. طبعا هنتكلم عن كل المواصفات، المميزات، العيوب، السعر، في مقارنه مهمه في النهايه. هتطلع من الفيديو متكيف ومتظبط وعارف هتشتري ايه، فاعمل لايك واشتراك ويلا بينا نبتدي. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنه مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. كالعاده نخش عن تصميم الهاتف، وزي تصميمات ريلمي الاخيره او اللي شفناها كتير التصميم شبههم كده، بس الصراحه تدريجات الظهر شكلها حلو، شكلها رايق كده، والتشبيهات وشكل الكاميرات عادي كويس، نزل في هواتف كتير من ريلمي قبل كده. التصميم بشكل عام هو حلو وعادي يعني، بسبب التدريجات شكله كويس الصراحه، والتشبيهات اللي في الظهر بتعجبني. طبعا في النهايه زي ما بقول دايما هي اذواق ووجهات نظر، وخامات الهاتف هنا كلها بتيجي من البلاستيك. وعلى طول نخش على الشاشة اللي هنا الصراحة كويسة، جايب حجم 6.8 بوصة، جودتها فول اتش دي بلس وبدقة 2344 في 1080 بكسل، مع معدل كثافة بكسلات 380 بكسل لكل انش. والشاشة هنا نوعها اموليد، الشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز مع سطوع 4000 شمعة. والشاشة هنا كويسة جدا الصراحة، شاشة 1080 اموليد، سطوع ممتاز، 120 هرتز، حقيقي شاشة كويسة. انا معرفش عليها طبقة حماية ولا لا، ريلمي ما اعلنتش طبقة حماية عليها، ولكن اكيد عليها عشان اصلا موبايل مقاوم للصدمات. فالشاشة كتجربة الوان ومشاهدة استخدام عادي، كل الحاجات دي ممتازة وهتقدم لك اداء تستمتع بيه وكويس، حتى السطوع بتاعها ممتاز ومش هيأثر معاك. الشاشة على فئة الهاتف ممتازة. ولكن حبيبي المتابع، هل متخيل ان الحاجه بتكمل للاخر؟ لا طبعا. خلينا نخش على المعالج او الاداء بتاع الهاتف، ودي نقطه الضعف الوحيده اللي انا شايفها في الموبايل ده. المعالج هنا هو السناب دراجون 685 اللي بيجي بدقه تصنيع 6 نانو. المعالج ده زي ما احنا عارفين بيحقق على انتوتو حوالي 350 الف نقطه ل 400 الف. للاسف المعالج هنا نقطه تضحيه كبيره جدا. طب ليه؟ عشان ريلمي طبعا حاطه مقاومه للماء عاليه جدا، جباره ضد الميه والصدمات والنار وكل الكلام ده، فللاسف بيكون في تضحيه عشان الهاتف اقتصادي في الاخر يعني، او يعني شبه اقتصادي، فهي جت في المعالج. المعالج هنا على الفئه دي مش مناسب تماما، وعلشان تكون عارف اداؤه فهو هيمشي الدنيا الصراحه شويه، هيقدم لك اداء كويس شويه في الاستخدامات العاديه بتاعتنا، فيسبوك، مكالمات، يوتيوب، تخش على البرنامج ده تتكلم، تشوف افلام، الحاجات دي كلها. حتى في الالعاب الخفيفه هيقدم لك بشكل كويس، ولكن مش معالج العاب تماما يعني. في النهايه احنا بنتكلم بالنسبه للمنافسين اللي بنفس السعر، فهم بيقدموا معالجات اقوى بكتير من المعالج ده، فالمعالج هنا هيمشي الدنيا شويه صغيرين، ولكنه مش الافضل تماما في السعر ده، ونقطه ضعف. الجهاز بيجي بثلاث نسخ، ال 128 جيجا مع 6، وال 128 جيجا مع 8، وال 256 جيجا مع 8. والجهاز بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي، ولكن علشان تركبه بتشيل شريحه من الشريحتين. طيب بالنسبه للكاميرات، فالجهاز بيجي بكاميرا واحده خلفيه وهي 50 ميجا بكسل، ودي الكاميرا الوحيده، وبتصور فيديوهات 1080 30 فريم في الثانيه و60 فريم في الثانيه. وكاميرا الهاتف الاماميه بتيجي 8 ميجا بكسل، بتصور فيديوهات برضو 1080 30 فريم في الثانيه. نيجي لحاجه من مميزات الهاتف ده واللي شايفها حاجه كويسه جدا الصراحه، وهي البطاريه. البطاريه بحجم 7000 ملي امبير، بطاريه ممتازه وكويسه، وهتاخد منها اداء اكتر من ممتاز مع المعالج الموفر للطاقه، وهي بتدعم الشحن السريع بقوه 45 واط، وبتدعم الشحن العكسي. الهاتف هيجي باندرويد 15، الجهاز يدعم NFC. الجهاز للاسف ما بيدعمش منفذ السماعات، منفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي. سماعات الجهاز غالبا للاسف ما بتدعمش الاستيريو. وهنا بقى نيجي لنقطه الموبايل اللي بيتميز فيها جدا في السعر ده، واللي اصلا الموبايل ده معمول علشانه، اللي هي الاعتماديه. الموبايل هنا مقاوم للماء بشهاده ممتازه IP68 و IP69K، يعني الموبايل مقاوم لضغط الماء القوي لو هتصدر فيه ميه، مغسله عربيه ولا حاجه، كمان للحرارة، كمان يقدر يستحمل ينزل لحد تحت المية لعمق 6 متر لمدة 30 دقيقة. كمان الموبايل مقاوم للصدمات والكسر، يعني الموبايل يا عزيزي المتابع اعتمادي درجة أولى الموبايل ده لكده. طبعا الموبايل 4G اصلا باين في الاسم، الوان الجهاز هم الاخضر والبنفسجي، والجهاز بيدعم البصمه، وموجوده فيه زرار الباور او جنب الهاتف. والصراحه مش متاكد قوي من النقطه دي، ممكن تكون موجوده على الشاشه، ولكن بنسبه 90% فهي موجوده فيه زرار الباور. معلش ثانيه من وقتك، وقبل ما نخش على المميزات والعيوب والسعر وكل الحاجات الباقيه،
معلش ثانيه من وقتك، اعمل اشتراك لقناه موبي سي، احنا بنتعب جدا علشان نقدم لكم المحتوى ده وبياخد وقت ومجهود، فاللايك بتاعك والاشتراك مش هياخد منك ثواني ولكن هيفرق معانا جدا. ويلا بينا نكمل. نتكلم عن المميزات بقى، والشاشه حقيقي ممتازه وهتاخد منها اداء ممتاز وكويس وهتقدم لك اداء تستمتع بيه. كمان البطاريه كبيره جدا 7000 ملي امبير، هتقدم لك اداء يعني كويس وهتقعد معاك وقت كويس مع شحن سريع مناسب في السعر ده. برضو الموبايل ده اعتمادي درجه اولى، شهاده مقاومه للماء خرافيه وممتازه وكمان مقاوم للصدمات. طيب بالنسبة للعيوب، الصراحة زي ما قلت المعالج هيمشي الدنيا شوية ولكنه ليس الأفضل تماما في السعر ده، وهو يعني بالنسبة للمنافسين فهو أقلهم. كمان كنا نتمنى تجربة كاميرات أفضل من كده شوية، ولكن علشان الموبايل بيعتمد على الاعتمادية والمقاومة الماء والصدمات فهو مضحي في حاجات تانية. طيب بعد ما شفنا كل المواصفات بتاعة الهاتف خلينا نعرف السعر. خد بالك بس ان السعر في مصر وفي السعودية اسعار احنا متوقعينها. الاسعار دي للنسخة الكبيرة ال 256 جيجا مع 8، والهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر $270. السعر متوقع في مصر حوالي 13000 جنيه، والسعر متوقع في السعودية حوالي 950 ريال. طيب كده كويس قوي، بس لو الجهاز ده مش عاجبني ايه المنافس بتاعه؟ هقول لك عندنا الانفينكس نوت 50 اس 5G. الهاتف ده هو اقوى منافس للجهاز اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، فهنخش على مقارنه سريعه بينهم دلوقتي، ولكن احب بس اوضح لك ان احنا عملنا مراجعه للانفينكس نوت 50 اس. لو تحب تشوفها طبعا هسيبها لك في الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. احنا اول حاجه هنقارن المعالجات، وهنا معالج الريلمي هو السناب دراجون 685، ومعالج انفينكس هو الميديا تك ديمنسايتي 7300 التيميت. وهنا معالج انفينكس بيتفوق باكتساح، الاثنين جايين بشاشه اموليد، الاثنين جوده 1080. ريلمي 120 هرتز وانفينكس 144 هرتز، ولكن انا هعتبر الاثنين زي بعض، ده 120 وده 144، ولكن انا هعتبرهم زي بعض لان اصلا مفيش فرق كبير يعني، عشان زي ما انت متخيل يعني. ريلمي بيجي ببطاريه 7000 ملي امبير وشحن سريع 45 واط، وانفينكس 5500 ملي امبير وشحن سريع برضو 45 واط. وهنا ريلمي تتفوق عشان بطاريه اكبر. ريلمي بيدعم مقاومه اعلى للماء بشهاده محترمه، اعلى مقاومه للماء في العالم تقريبا اي بي 68 واي بي 69K، وانفينكس اي بي 64. وهنا ريلمي تتفوق باكتساح في النقطه دي. ريلمي 4G وانفينكس 5G، وهنا انفينكس تتفوق. وتعالوا نشوف فرق السعر ما بينهم بقى. خليك عارف بس ان سعر ريلمي متوقع عشان لسه ما نزلش مصر، انما سعر انفينكس في مصر ده رسمي. سعر ريلمي المتوقع نسخه ال 256 جيجا مع 8 13000 جنيه، سعر انفينكس الرسمي نسخه ال 256 جيجا مع 8 12500 جنيه. بس كده دي نهايه الفيديو. لو انت عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك، واكتب لي تحت اي اسم موبايل محتاج ان احنا نعمل له مراجعه، وقول لي رايك في الموبايل ده من وجهه نظرك انت. اعمل لايك واشتراك واشوفكم في فيديوهات جايه.